السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. فيديو جديد ويوم جديد، ربنا يا رب يملى حياتكم كده بالخير والصحة والبركة، ويرزقكم من حيث لا تحتسبون. بصوا اول الفيديو كده شنقت شنقت وانا بتكلم. بصوا يا بنات، الفيديو بتاع النهارده ده انا ما كنتش موجودة في البيت. الفيديو ده انا كنت عند اختي في الهرم وكده. كانوا يعني عاملين في اليوم ده حاجة كده، حاجة للخِل ربنا يعني في رمضان وكده، كانوا مطلّعين وجبات والكلام ده كُلّه. وعايزة أقول لكم إن الموضوع ده أصلًا أنا باعشقه ونِفْسي كان فيه من زمان. يعني أنا كنت دايمًا باتمنى من ربنا كده إن أنا أعمل مائدة وكده يعني وأشرف عليها أنا، ما حدّش يمسكها لي أو ما حدّش يشتغل أي شُغل فيها. كنت دايمًا باتمنى إني أنا اللي أمسكها بإيدي وأنا اللي أعملها وأنا اللي أقوم بكل تجهيزاتها وتحضيراتها. والله العظيم ربنا يعلم أنا باتكلم من جوّه قلبي إزاي، لإن أنا باحب لمّا بتكون في حاجة زي كده وبالخصوص للناس الصايمة أو في رمضان أو للناس يعني برّه. الواحد بيحب يعملها كده بُصّوا بقلب كده مليان وبيحب يخدمها كده وهو فرحان. يعني بيبقى عاملها كده بحُب يعني مش عاملها مغصوب عليها ولا كده، فاهمينّي؟ بس، فمعلش أنا رُحت لها في اليوم ده والله العظيم متأخّر. أنا بُصّوا مش عايزة أقول لكم، إحنا كُنّا شغّالين على الأكل وبنقول ربنا يستر إن إحنا ما نبقاش متأخّرين وكده. في اليوم ده أنا رُحت لها كده على الساعة 13:00 والّا حاجة، فكُنّا لسه هنعمل حاجات. طَب أنتِ بتعملي إيه؟ بُصّوا يا بنات، أنا باعمل كده تتبيلة للفراخ، التتبيلة بتاعتي اللي أنتم عارفينها طبعًا وخلاص المفروض خدتوا معايا عليها وكده. اللي هي الفراخ المشوية. كان في دماغهم كذا حاجة وكده إن هم يعملوها، فقُلت لهم بُصّوا طالما أنتم هتطلّعوها في وجبات برّه وكده، يبقى نخلّيها مثلًا نواشف والكلام ده كلّه. هنمشي كده مع بعضينا واحدة، واحدة كده ونقول هنعمل إيه. بس عايزين كده نسمّي بسم الله ونصلّي على الرسول ونقول اللهم صل وسلِّم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هم كانوا كام فرخة والله العظيم أنا مش متذكرة الصراحة كام، بس بُصّوا كمية البصل دي كلّها اللي أنا قطّعتها والطماطم والفلفل والليمون. طبعًا كلنا عارفين على عدد الفرخة بناخد واحدة قوطة، واحدة طماطماية، واحد بصلاية، ليموناية، قرن فلفل، معروفة يعني للفرخة ومعلقة ملح، تمام. جِبت الكبة بتاعتي، عايزة أقول لكم الكبة بتاعتها طلّعت عيني، أنا واخدة على الكبة بتاعتي فما كنتش عارفة أركّب الغطا وأنا مستعجلة بُصّوا، كنت والله العظيم باجري كنت باجري. كنا خايفين إن إحنا نتأخّر في الأكل وكده ومعلش على التصوير. ابن أختي هو اللي كان بيصوّرني، فطبعًا عيل صغير وكده فمش عارف يمسك الكاميرا وما كنتش جايبة معايا الring light وكده. تمام، بس فبدأت إن أنا خدت بقى الخضار بتاعي الحلو ده اللي أنتم شايفينه كده، وقفت على الترابيزة قعدت أضرب في الكبة كده واحدة، واحدة، لحد ما أضرب كمية البصل أو كمية يعني التتبيلة بتاعة الفراخ. لسه البصل ده أنا هاحتاجه، هاقول لكم هاحتاجه في إيه وهنعمل إيه بيه أو هنستغلّه في إيه يعني. تمام. أنا كان في دماغي المهم إن أنا عايزة أنجز، لإن السِوَى أنا لمّا كان بيبقى عندي الصراحة حاجة زي كده كنت باجهّز لها من قبليها بيوم. يعني أنا من قبليها بيوم كنت بابقى مجهّزة حاجتي وكده. المرّة دي لأ، الدنيا خانتني شوية، بس الحمد لله رب العالمين يعني اتسترت وكانت الحكاية والله العظيم زي الفل، الحمد لله رب العالمين. كان كل اللي طالع واللي نازل أسأله أقول لهم بُصّوا قولوا لي طمنوني الأكل اتاكل، أنا كان أهم حاجة عندي إن الأكل كلّه يطلع زي الفل ويطلع حلو ما فيهوش أي بُصّوا، ما باحبش طالما مسكت حاجة ما باحبش إن يبقى فيها غلطة الصراحة، يعني أنا ده طبعي كده. تمام، أدي الفراخ هي كانت غاسلاها ومجهّزاها، برضه لفّيت حلة محشي كده وشالتها برضه هي. في حاجات لسه هنعملها برضه مع بعضينا واحدة، واحدة. بس أنا جِبت كده الفراخ وقعدت بقى بُصّوا، قعدت بقى في قعدت في الأرض مش هاضحك عليكم أنا ضهري واجعني وما اقدرش وأنا واقفة إن أنا أضبّط يعني كمية الفراخ دي وكده يعني كده وأنا واقفة لأ. فأنا باحب النبي عربي كده إن أنا أقعد كده أشتغل بإيدي وأقعد كده في الأرض بقى وأفرش بقى وارتاح بقى. تمام. طبعًا الفراخ كانت في حتت كده مش متفتحة، كانت في إيدي السكينة اللي مش متفتح، عِدت عليه تاني وفتحته، وعلشان طبعًا التتبيلة تدخل كده من برّه ومن جوّه كده كويس، وتكون الفراخ يعني متطعّمة كده من برّه ومن جوّه، ما يبقاش مثلًا التتبيلة في الجلد مثلًا من برّه أو في اللحمة من برّه بس ومن جوّه لأ. خلّصت أول صاج كده، هادخل على اللي بعديه، لإن أنتم شايفين لسه في فراخ تاني عندي. طبعًا صواني الكيكة والكلام ده كلّه مش هتنفع، حطيتهم في الصِّجان بتاعة الفايش اللي كانت عندها الصراحة. هم قُدام شوية بس قُلت مش مشكلة، إحنا عايزينهم. هي بتستخدمهم بس يا دوبك يعني كل كام سَنة مرّة لمّا بتكون عايزة تحُط فيهم فايش والّا تعمل فيهم حاجة زي كده. خلّصت كل الكمية ودخلت علشان نشوف هنعمل إيه تاني جديد.
بقيه البصل اللي انا قلت لكم عليه اهو، او خرطت كميه تانية اماني والله ما انا فاكره، بس غالبا كان بقيه البصل. اديتهم شطفه من مكان التوابل وكده، وقشرت عليهم بطاطس، وبدات ان انا اقطع واحده واحده. حلقان هنعمل ايه؟ الحاجات دي انا عايزاها فريشها في الصواني، لسه في صيجان تاني هتتجهز وهتتعمل. انا كده خلصت الفراخ ودخلت بقى على الحاجه او الخضار اللي انا هفرشه في الصاج اللي انا هعمل فيه، هتشوفوا دلوقتي. بس هنمشي كده مع بعضينا ايه، واحده واحده. مش عارفه الفيديو ده انا عماله اشرق فيه كده ليه، كل شويه افصل واكح. والله مش عارفه فيه ايه. يلا الحمد لله. المهم هخلص كل كميه البصل دي، وهجيب الصواني بتاعتي عشان افرشها فيها. جبت كده، بصوا هي كانت حاطه الصراحه التوابل بتاعت الكفته وكده، وكانت حاطه برغل. قالت لي انا حطيت حبه صغيرين من البرغل، وحطيت طبعا التوابل بتاعتها، كان ملح ولا فلفل ولا كده. بس انا يا دوبك زودت بس كيس بيكنج باودر وكيس اللي هو خلطه الكفته. تمام. بس مش اكتر من كده. واديتهم عجنه كويسه عشان لسه هصبحهم كده مع بعضينا واحده واحده. عجنتهم كده بايدي عجنه كويسه. هي كانت مدياهم كده فورمه في الكبه مع البرغل يعني والبصل وكده. بس انا برضو لما حطيت كيس البيكنج باودر وحطيت الكيس اللي هو التوابل بتاعت الكفته وكده، اديتهم برضو ايه يعني خبطتين كده او عجنتين كده بايدي كويسين. فرشت كده البصل، وهحط كده ايه الحلقان بتاعت برضو البطاطس فوق البصل، علشان انا عايزه برضو البصل والبطاطس هحتاجهم برضو في الاكل. يعني انا هحتاجهم في الاكل، لان انا مش عامله اي نوع خضار خالص خالص مع الفراخ او مع الكفته. فانا اعتمدت بقى اعتماد كلي على البصل والبطاطس ده، او شرايح البصل والبطاطس اللي هتبقى تحت الكفته، ان هي هتبقى الخضار بتاعي، بدل ما انا لسه هعمل خضار من اول وجديد والكلام ده كله. فاستغليت موضوع الكفته والكلام ده كله في البطاطس والبصل، تبقى تحتيها تبقى احلى واطعم. وانتوا عارفين طبعا بتبقى ايه، بتبقى ريحتها حلوه كده، وبتبقى شاربه من الميه بتاعت الكفته واللحمه والتوابل، فبتبقى حلوه. برضو طعمت البصل بتاعنا بحبه توابل كده زي التوابل بتاعت الكفته برضو، زي توابل الفراخ مش الكفته. حطيت كده، حطيت حبه من الملح، وحطيت كاري، وحطيت كركم وكده، وفلفل اسود. تمام. بس وبدات ان انا اصبع الكفته كده واحده واحده على الشوكه بتاعتي. انا مره قبل عن كده عملت على الشوكه، وبعد كده رجعت عملت على عصيان الشيش طاووق. طبعا الشيش طاووق بتديكي فرصه انك انت تكبري تصغري زي ما انت عايزه، بس انا معلش ما كانش عندي غير الشوكه هناك، فابتديت ان انا واحده واحده كده ايه اصبع عليها. والدنيا مشيت وزي الفل. انا ما بحبش ان انا اوقف نفسي على حاجه، بحب بصوا يعني بحب ان انا اشتغل كده وانا ايه، ما بحبش ان انا اقول ما فيش كذا او كذا، لا انزل هات لي كذا، لا اللي موجود قدامي احب ان انا اشتغل بيه. بس وعايزه اقول لكم والله العظيم الحمد لله رب العالمين، الف حمد شكر ليك يا رب. الاكل بصوا كان زي العسل. يعني ده انا بصوا بشهاده الناس اللي كانت موجوده، يعني الناس اللي كانت اكلت وكده وطلعت، والله العظيم كله كان قايل لي الحمد لله رب العالمين. فانا بقول لكم الحاجه والله العظيم الواحد بيبقى عاملها من قلبه كده لربنا كده، وبيبقى فرحان بيها وهو بيعملها وكده. بصوا ما بتطلعش احلى منها ولا احسن منها. خلصت كل الكميه زي ما انتم شايفين اهو. بدات ان انا اجيب حوالي كده مج صغير ميه سخنه، حطيته على الكفته علشان الفها كده بورق الفويل عشان تدخل الفرن. عايزه اقول لكم التسويه دي عملت فينا عمايل والله العظيم. بقينا نصوت كل اللي طالع علينا ان احنا مش هنلحق. بس الحمد لله والله العظيم ربنا كريم الحمد لله. لما بيقف معاكي مش بيسيبك. يعني بصوا سترها معانا من كل ناحيه. قفلت كده وغلفت كل الصواني عشان ندخل نحطها في الفرن، عشان برضو اشوف ان انا هعمل ايه تاني معاها. انا لحد دلوقتي عملت كده الفراخ، عملت الكفته، تبلوا هيدخلوا جوه الفرن. طيب انا قلت لكم ان هي كانت لفه حله وكرنب. بصوا انا هعمل هنا ايه، ورق عنب. تمام. هو بس كده يا دوبك حبه كده ورق عنب، كانوا يعني مش عارفه يطلعوا نص كيلو ربع كيلو شويه، مش فاكره الصراحه بالظبط قد ايه. قعدت برضو هنا على جنب، وقعدت الف فيهم ومازن رايح جاي فوق دماغي. عايزه اقول لكم العيال في اليوم ده الواحد ما تعبش من الاكل، تعب من العيال جننونا. والله العظيم جننونا بجد. بصوا من هنا لهنا لهنا علشان اعرف اصور لكم الفيديو ده. انتوا شايفين التصوير طبعا، التصوير هايل هايل. التصوير هايل. بس الحمد لله عرفت ان انا برضو حاولت على قد ما اقدر ان انا ايه اعرف ان انا اطلع لكم كده من الفيديو ده، علشان كل اللي عايز يعمل والله العظيم يا بنات حاجة قبل الايام الكريمة دي ما تخلص
يستفاد منها ويعمل والله. حاجة الخير دي لربنا ما فيش أحسن منها، ما فيش حاجة تعادلها في الدنيا دي كلها. بس زي ما قُلت لكم بدأت كده إن أنا ألِف في ورق العنب، حاولت على قد ما أقدر، أنتم عارفين ما فيش حاجة أخدت منّي وقت في الكلام ده كلّه إلا ورق العنب، والله العظيم. عايزة أقول لكم قطم ضهري ورقبتي، قطم ضهري ورقبتي، باقول لها: "أنتِ لفّيتِ الكرنب وسِبتِ لي ورق العنب." عشان ورق العنب أرخم حاجة في المحشي ممكن إنِّك أنتِ تشتغلي فيها، الصراحة أنا باقر لكم وباعترف لكم بكده. ورق العنب بيبقى رخم فعلًا في اللَف بتاعه، بيبقى صعب شوية وتحسّوه إن هو إيه، بياخد وقت يعني معاكم. بس هاخلّص كده ورق العنب علشان أشوف إيه اللي فاضل تاني. لو عايزة أقول لكم إن العصاعيص بتاعته دي اللي أنا كنت باقطعها بالسكينة يا لهوي! بُصّوا عارفين لو الحاجة دي متشالة حتى تاخدي على طول وتلفّي لأ، العصاعيص بتاعته بتبقى لسه موجودة طلّعت عينيّا. المهم الحمد لله رب العالمين خلّصت برضه كده من ورق العنب كده ودخلت على إيه، كان فاضل لِك إيه يا أماني؟ غالبًا رُحت شُفت الفرن في الغالب كده خلّصت من ورق العنب وقُمت بصّيت كده على الفرن بتاعتي أهو، أيوه كده صح. دخلت كده طلعت برّه بقى في الروف برّه كده، بصّيت على الفراخ كانت محطوطة هنا والكفتة كانت محطوطة جوّه فرن البوتاجاز جوّه. كده أنا مشغّلة هنا وهنا، الحمد لله رب العالمين عشان ننجز. وهنا بقى جينا نعمل إيه بقى، جينا نعمل الرز البسمتي، حطينا بصلتين كده على النار ونزلنا بالتوابل بتاعتهم الكاري والكركم وورق لورا وعودين قرفة خشب، قلّبناهم تقليبة كويسة طبعًا، وبعد كده هنزيدهم بالمَيّة بتاعتهم وندوق الملح برضه بتاعهم ونضبّط الملح، مش ندوق إن إحنا نشربه إحنا لسه صايمين، لأ يعني نحدّق ونضبّط الملح بتاعنا. تمام، زوّدت المَيّة بتاعة الرز وكنت غاسلة هنا الرز يا بنات بتاعي وسايباه في المصفاية هنا على جنب كده لحد بس المَيّة ما تغلي. غليت المَيّة ونزلت بالرز في على الحلة. الواد بُصّوا عايزة أقول لكم إن هو كان حاطط لي الكاميرا يا ابني ارفع التليفون شوية يا ابني طلّعت عينيّا، والله العظيم. بس خلّصنا كده من الرز وطلعت بقى برّه، قعدت في الروف برّه كده في النور وفي الهوا، إن الوقت كان خلاص قرّب برضه. عملت بقى إيه، عملت سلطة الكول سلو، قطّعت بقى بشرة الجزر وحطيت الكابوتشا وكده ونزلت بحوالي معلقتين أو 3 خَل، وهانزل بعلبتين زبادي وعلبة من وكوباية من المايونيز، وهاقلّب كل الكلام ده الحلو مع بعضيه كلّه. مش عارفة قُلت لكم في معلقتين سُكّر، قلّبتهم مع بعض كويس. طبعًا الكول سلو أنا كنت عبيته في العلب بتاعته، عملت كمان سلطة طحينة، العلب بتاعة السلطات دي كلّها اتعبِّت، كان فاضل خلاص الأكل كده. نزّلت الرز زي ما أنتم شايفين أهو، وبدأت إن أنا أعبّي العلب. عايزة أقول لكم إن إن الأكل ده اتقال لنا لازم على الساعة 17:30 يكون الأكل كلّه متعبّي وجاهز. بُصّوا ما تعرفوش أنا كنت باجري والله العظيم كنت باجري إزاي، بس حاولت إن أنا على قد ما أقدر أصوّر لكم الحتّة دي، بس على قد ما أقدر صوّرت كده كام حتّة منها وأنا باغرف في الأكل وأنا قاعدة. بُصّوا على القعدة دي على القعدة دي كده نفس الكلام. كنت باخد كده رُز والبطاطس. بُصّوا يا بنات أهي اللي أنا باقول لكم عليها، السبب ما أنا باقول لكم إن أنا ما عاملاش خضار، كانت بالنسبة لي البطاطس دي هي اللي هتبقى خضار يعني محطوط في العلبة وكده زي ما أنتم شايفين. طبعًا علب السلطة عبيتها، علب المحشي كان ورق العنب والكرنب برضه كله عبيته، ما كانش فيه إلا الأكل ده اللي هو سخن كده زي ما أنتم شايفينه قدامكم أهو، هو اللي كان فاضل اللي أنا كنت شغالة فيه. ده كان لسه أول صاج يا بنات في الكفتة وأول صاج في الفراخ، لسه بقية شوفي الكاميرا أنا زعلانة على الفيديو ده أوي، الفيديو ده ما اتصورش حلو بس يالّا معلش مش مشكلة. فكان لسه أول بدايات الأكل وكده في الغرف أهو. بُصّوا الرز حتى كان لسه سخن مولّع أهو، والحاجة والله أنا كنت بامسكها أصلًا بالعافية، يعني الحاجة سخنة بس هاعمل إيه، عمّالة أخطف وأجري كده، أخطف وأجري عشان قبل الميعاد وكده، وعشان كده ربنا يسترها معانا كده وتبقى الحاجة الحمد لله رب العالمين مستور يعني، والحاجة نزلت تحت وتمام وزي الفل. وده كان الفيديو بتاعنا، يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم، ما تنسوناش باللايك والشير. أستودعكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.